وبعد عرض 10 حلقات كاملين لها مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث. ما تمشيش. المسلسل اللي يعتبر واحد من أهم وأفضل المسلسلات اللي ارتبطنا بيها خلال الفترة دي، ومش بس الفترة دي، السنين اللي فاتت، من الموسم الأول اللي نزل سنة 2021. الموسم الثالث حلو، عجبني ولا لأ؟ إيجابيات المسلسل، سلبيات المسلسل، تقييمنا للمسلسل، كل ده وأكتر جايين نتكلم فيه في حلقتنا النهاردة. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش دعمك اللي بيشجعني، تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. معاكم أخوكم إسلام، ويلا بينا نخش في الحلقة على طول. وقبل ما نتكلم في حاجة تعالوا كده نعمل ريفريش ونفتكر مع بعض أبطال الموسم أو أبطال المسلسل. وطبعا في أبطال العمل الأساسيين اللي معانا من الموسم الأول، وكل موسم بيبقى فيه إضافات لأبطال جدد بينضموا للعمل. فهنبدأ بأبطال المسلسل الأساسيين مع حفظ الألقاب للجميع: ماجد الكدواني، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي، رنا رئيس، فؤاد محسن، محمد شاهين، محمد القس، نور اللبنانية. تعالوا دلوقتي نتكلم عن النجوم والابطال اللي انضموا لينا في الموسم الثالث مع حفظ الالقاب للجميع برضه: رانيا يوسف، اسماعيل فرغلي، علاء مرسي، ياسر التوبجي، ياسمينة العبد، وجان رامز، سماح انور، معتز التوني، آية سماح. طبعا تعالوا دلوقتي نتكلم عن صناع العمل. طبعا المسلسل من تأليف احمد الجندي ومعاه كريم يوسف ومحمد عز الدين، والمسلسل من اخراج احمد الجندي. تعالوا برضه نفتكر مع بعض او نقول باختصار كده قصة المسلسل او الموسم الثالث بيدور حوالين ايه. بتدور احداث المسلسل ان احنا بنشوف في الاول ان ابراهيم بقى اب وجد. طبعا في كل موسم بنشوف ان العيله بتمر بازمه او مشكله بتواجههم، لكن بنشوف ده كله في اطار كوميديا ومفارقات ومغامرات بيخوضوها وبنشوفها معاهم خلال ال10 حلقات. اما قصه الموسم الثالث اننا بنشوف ظهور شخصيه جديده، وهي شخصيه عبله اللي بتقوم بدورها الفنانه رانيا يوسف، اللي بنشوفها انها بترجع بعد 26 سنه للانتقام من ابراهيم بعد معرفتها ان ابراهيم اتجوز للمره الثانيه وخلف، لان قبل 26 سنه ابراهيم سابها بعد ما كانت بتجمع بينهم علاقه، وسابها بحجه ان هو عقيم ما بيخلفش. فبترجع عشان تنتقم من ابراهيم ومن افراد عيلته بالكامل. دي القصه باختصار اللي بيدور حواليها الموسم الثالث. تعالوا دلوقتي نخش ونتكلم عن ايجابيات الموسم الثالث، الحاجات اللي شفتها في الموسم الثالث عجبتني. طبعا هنتكلم باريحيه تامه اذا كان في الايجابيات او في السلبيات. اول ايجابيه واهم ايجابيه هي المسلسل بشكل عام. مسلسل موضوع عائلي يعتبر واحد من اهم وافضل المسلسلات المسليه اللي ممكن تتفرج عليها في اي وقت، اي مكان، مع اي حد. ممكن تتفرج عليها لوحدك، تتفرج عليها مع عيلتك، وهتنبسط بيه، والاجواء اللي عاملها المسلسل. وتاني حاجه ان المسلسل ده فيه روح حلوه، فيه روح حلوه كده بتشدك ليه. دي حاجه قليله جدا مش لاقيينها في المسلسلات كتير موجوده في الفتره دي. وتالت حاجه هي العيله والتجمعات بتاعه العيله اللي بيعملوها، والحوارات اللي بتدور منها، اللي بيطلع منها مواقف وكلام كتير جدا. القعده اللي بتشوفهم او هم قاعدين في الصالون، او القعده اللي بتشوفهم هم قاعدين في المطبخ بيفطروا او في السفره، القعده اللي موجوده في البيت، دي حاجه بقت اساسيه انت مستنيها في المسلسل دي انك تشوفها، وهي تجمع العيله. واحد من افضل الحلقات اللي عجبتني هي كانت الحلقه الثالثه والرابعه، الحلقه اللي قعدوا فيها في المستوصف. وعم رضا، يا جماعه عم رضا ده مشاهده كانت جميله جدا، ضحكتني جدا. كل رد فعل او كل كلمه كانت بتطلع منه كانت بتضحكني جدا. كان بيضحكني اكتر من مشاهد عبله ومريم وعبله، دول هنجيلهم قدام. تعالوا دلوقتي نتكلم عن شخصيه ابراهيم اللي قام بدورها الفنان ماجد الكدواني، اللي كانت عجباني جدا، كانت ايجابيه طوال الحلقات لحد اوقات معينه هنجيلها لما نيجي نتكلم عليها في السلبيات. ابراهيم كان بيعجبني جدا في اللي حواليه بيعملوا، الاستغراب اللي كان بيعمله على الشخصيات اللي بتعملها كانت حلوه جدا. حبيت جدا المشاهد اللي كانت بتجمع ابراهيم وساره بنته. المشاهد كنت بشوف فيها دور ابراهيم كأب اللي كان بيواسي بنته، حتى المشاهد اللي كنت بشوف فيها ابراهيم في دور الاب القاسي على ساره لما كان بيوجه لها لوم او عتاب على حاجه كانت بتعملها، لما اتهمت شيماء ان هي سرقت الخاتم. كنت بحب المشاهد دي جدا. شخصيه غازي وخالد، يا جماعه الشخصيتين دول انا مجرد ما كنت بشوفهم كده كنت برتاح، كنت بنبسط، كنت بضحك كده تلقائي من نفسي. لكن في نفس الوقت ليهم سلبيات هنيجي نتكلم عليهم. شيماء وعباس، شيماء اللي قايمه بدورها الفنانه ياسمين
ياسمين العبد وجان رامز اللي قايم بدور عباس. كانوا حلوين جدا، عجبوني، مشاهدهم كانت حلوه، وكنت بستنى المشاهد بتاعتهم. ايه اللي حسيت ان هي ما كانتش كتير، حسيت كان لازم يبقى ليهم مشاهد اكتر، كان ليهم دور اكتر كتير. لما نيجي نتكلم في السلبيات هنذكر الخط بتاعهم كويس او بالتفصيل، لانه مرتبط بشخصيه عبله او بالبلوت او القصه اللي انا كنت حابب اشوفها مختلف. المشاهد بتاعت شيماء وابراهيم برضو كنت بحسها برضو. ابراهيم قايم بدور الاب، الفنان اسماعيل فرغلي اللي كان قايم بدور رياض اخو عبله. ضحكت كتير جدا في المشاهد، تقريبا كل المشاهد اللي كانت بيظهر فيها القليله عجبني جدا، كان حلو جدا، ادى الشخصيه بشكل كويس. الفنان علاء مرسي برضو كان دوره خفيف ولذيذ. ياسر الطبجي المحامي التاني اللي كان موجود معانا ده بقى كان قايم في دور المحامي المستفز اللي عجبني جدا، اللي كنت بحب المناوشات اللي كانت بتحصل بينه وبين ابراهيم لما كان بيطب عليه فجاه في كل مكان في ايات وعارف عنه كل حاجه. كان الفنان ياسر الطبجي ظهر بشكل كويس، عجبني جدا، مشاهده كانت حلوه في المسلسل. والمشهد بتاع الفنانه سماح انور كان حلو، كان خفيف، عجبني برضو. دلوقتي ظهور معتز التوني في كذا مشهد كده. معتز التوني واحد من افضل نقدر نقول الممثلين لما بيطلعوا كدور شرف في الاعمال. انا بنبسط، انا بقعد كده بتمزج، بضحك بس من رياكشناته او ردود فعله او نظراته. رهيب. زينب، انا بحب الفنانه سام ابراهيم، ودور زينب دي عامله حاله جميله جدا، عامله حاله وعامله روح، انت بتضحك برضو او بتنبسط. انت البيت من غيرها انت كانك عايش في صحراء. ده بعيدا عن ان هي زوجات بتزود الحته بتاعه العياط، زودتها الموسم ده، بس على العموم كانت عامله حاله حلوه، روح جميله جدا في العيله دي. انا رمضان حريقه ضحكني في مشاهد، وابتسمت في مشاهد، وكان حلو في مشاهد، بس ده اللي هنتكلم عليه ونقول سلبياته دلوقتي لان هي مش كتير. فكره الاستظراف، فكره ان هو عايز يضحكني بالعافيه، مقحم كده في مشاهد انا مش عارف ليه هو موجود فيها. حته الصوت العالي، صوت عالي في مشاهد هي مش محتاجه. سلبيه فكره الصوت العالي، فكره اقحام الضحك، انك عايز نضحك بالعافيه، دي كانت من احدى سلبيات شخصيه رمضان حريقه. المشهد بتاع ابراهيم لما راح عزا جابر اللي هو الله يرحمه مطرح ما راح، ده كان حلو برضو وعجبني. تعالى دلوقتي بقى نخش في ايه، في السلبيات. والسلبيه الاكبر في المسلسل وهي شخصيه عبله اللي قايمه بدورها الفنانه رانيا يوسف. وانا هنا مش بنتقد الفنانه رانيا يوسف على فكره الشخصيه او ادائها، بالعكس لو تيجي نتكلم عن الاداء، الفنانه رانيا يوسف قدمت الشخصيه والاداء اكيد زي ما مطلوب منها، واكيد زي ما الشخصيه بتاعت عبله دي مكتوبه. الشخصيه المستفزه ادت الاداء كويس، ادت الاداء كويس، عملت الدور صح، عملت الدور صح، قدرت انها تستفزني، كل ده شيء يحسب للفنانه رانيا يوسف. لكن هنا الفكره مش في رانيا، الفنانه رانيا يوسف، على قد ما اقحام شخصيه عبله في الموسم. وانا قلت في حلقه الانطباع الاول او النظره المبدئيه عن اول حلقتين ان انا كنت اتمنى ان شخصيه عبله تبقى مجرد بلوت الموسم، ما تبقاش هي اللي ماشيه معانا على مدار الموسم ال10 حلقات من اول حلقه لاخر حلقه. واللي كنت متخوف منه حصل، ان شخصيه عبله من اول حلقه لاخر حلقه هي اللي بتدور حواليها الاحداث، هي اللي بتحب ابراهيم فبتطرده، فبتحاول توقع عيلته في بعض او تهاجم عيلته او تنتقم من عيلته او تبوظ عيلته، او هي السبب المشكله الرئيسي في العيله على مدار ال10 حلقات. ولما اتكلمت في الايجابيات وقلت ان دور ياسمين العبد وجان رمزي كنت فاكر ان هو البلوت او القصه الثانيه بعد ما نخلص من قصه عبله، اتضح لنا ان هم في نفس الخط، هم ولاد جابر اللي شغال مع عبله واللي مات في الحريقه لما كان بيراقبهم عشان يعرف اخباره ويرجع يقول لعبله. وقلت لنفسي ده اللي اثر على المشاهد الكتير اللي كانوا ممكن يدوها لهم الاحداث وان احنا نشوفهم اكتر من كده. لان انا حلوين وعجبوني وكل حاجه، بس حسيت تكرار المشاهد مع شيماء وابراهيم، فكره يحصل موقف يروح يعتذر لها، ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم، انا اسفه يا استاذ ابراهيم، من ساعه ما ظهروا لحد اخر حلقه قررت كتير جدا، وكلها بسبب ان الخط فيه عبله. لا وهنيجي اكتر بقى ايه لما عبله قررت ان هي تاخد شقه جنب شقق ابراهيم وزينب ورمضان حريقه وتقعد جنبهم. يا جماعه تقريبا الموضوع ده من الحلقه 8، مش متذكر قوي الحلقه، بس لما راحت لا يا جماعه انتوا بتعملوا يا جماعه، انا بدات احس ببواخر، بدات احس بملل، امتى الحلقه هتخلص عشان نعدي الموضوع ده؟ زودوه قوي. يعني اللازمه بتاعت ابراهيم اللي هو الاستغراب اللي هو بيعمل كده كانت حلوه، زودوها لما عبله ومريم وابراهيم المثلث ده كان بينهم مشاهد كتير، زادت قوي قوي لدرجه اللي هو خلاص. كل ده لما قررت انها تخطفه وتروح الغردقه. استمرينا، احنا كملنا تقريبا حلقتين او حلقتين ونص احنا مكملين في ده. ولا مشهد المطعم، عبله قاعده في مطعم ومريم قاعده في مطعم وهو بين، انتوا للدرجه دي مش لاقيين حاجه تعملوها عشان توصلوا لمشهد التصادم، عشان نوصل للحبكه الدراميه بتاعه النهايه؟ ايجابيه غازي وخالد اللي هو بشوفهم بنبسط، بشوفهم برتاح، اللي هو مبسوط ان المشهد ده شغال،
في نفس الوقت حسيت ان هم مقحمين، هم موجودين كده بسبب نجاحهم في الموسم الاول وبالاخص الموسم الثاني، وتعلقوا الناس بيهم، فيلا حطهم في اي حته في اي وقت في اي مكان، ليهم علاقه بالموضوع ما لهمش علاقه في الموضوع، هم موجودين. مين برضو الشخصيه اللي حسيت برضو ان هي مقحمه؟ شخصيه مريم، طبعا الفنانه نور اللبنانيه. يعني هتيجي تكلمني على اداء، انا اكيد هي عملت الاداء اللي مكتوب. مريم من اول حلقه اخر حلقه انا ما ابتسمتش اي حاجه، لا كنت بحس بوجودها ولا كنت بحس بغيابها. يعني ساعات وهي مش موجوده انا مش بقول هي فين مريم ابدا، هم اللي كانوا بيفكروني، العيله هي اللي كانت بتفكرنا بوجود مريم. ابراهيم افتح الباب، دي مريم، ده مريم بتاخد حاجه من شقتها. غير اكتر من كده انت لو محدش اتكلم عليها انت مش هتتاثر بغيابها نهائي. دورها ايه؟ هي الست مرات ابراهيم اللي هتكتشف كذب ابراهيم فهتواجهه، فيحصل الحبكه الدراميه اللي شفناها في الاخر ويعتذروا ويرجعوا لبعض. انا حسيت ده دورها في الموسم. انا حاسس ان انا طولت زياده عن اللزوم في وقت الحلقه، وحاسس ان انا طولت اكتر في السلبيات، وده يخليني ارجع برضو اقول ان ممكن يبقى كتابه الموسم الثالث كانت كتابه ضعيفه، اعتمدت على نجاح الموسم الاول والثاني بالاخص، لان الموسم الثاني من موضوع عائلي كان فيه مواقف اكتر. هم اعتمدوا على المواقف، كان في مواقف اكتر، وكان في ليس في الموسم الثاني. صح، هي فين ليس؟ المهم عشان بس ما اطولش اكتر من كده، ان الموسم الثالث هو اقل موسم من المواسم الثلاثه. انا بالنسبه لي افضل موسم الموسم الاول، وياتي بعده الموسم الثاني ثم الموسم الثالث. وتقييم المسلسل موضوع عائلي الموسم الثالث هو 6/10. المهم، هل النهايه اللي شفناها دي هي كانت نهايه الموسم الثالث ونهايه مسلسل موضوع عائلي بشكل كامل؟ لان النهايه بتوحب كده. الاغنيه بتاعت احمد سعد الحلوه جدا اللي اتفاجئنا بيها في نهايه الحلقه، اغنيه الف تحيه للناس العشريه. لما شفت المشاهد الاخيره من الحلقه والموسم حسيت، قلت لا انا هقفل واعيد تصوير الحلقه دي من تاني وما اتكلمش في سلبيات، ما اقولش سلبيات، من كتر اللي هو خلاص. انا اسف، انا والله ما كانش قصدي اقول سلبيات ولا اتكلم بالشكل ده، انا اسف. يعني خلاص كده مش هنشوف موضوع عائلي تاني، مش هنشوف عائله ابراهيم تاني. لكن على العموم مسلسل موضوع عائلي من المسلسلات الناجحه جدا اللي ارتبطنا بيها بشكل مختلف جدا عن باقي المسلسلات شفناها وحبيناها. ده ليه معزه وفي حته تانيه كده لوحده، والمسلسل ده هيعيش معانا لقدام بمواسمه الثلاثه مع بعض باكج. لما تيجي تتفرج على موضوع عائلي او تقول لحد هتفرج معايا على موضوع عائلي، هتفرجوا على 3 مواسم مع بعض، لان انت برضو في الموسم الثالث هتضحك، في مشاهد ومواقف حلوه. كلامي والسلبياتي ده ممكن يبقى في حته مختلفه، لكن كموسم انا اديته 6/10. معناه ان انا المسلسل مش سيء قوي للدرجات او وحش قوي للدرجات. وعلى فكره انا قلت ايجابيات، وقلت ايجابيات عن كل الشخصيات، وحتى الفنانه رانيا يوسف انا مش فاكر قلت في السلبيات هي ما ضحكنيش ولا لا، بس في مشاهد ضحكت من رانيا يوسف، وبالاخص المشاهد الاخيره من الحلقه لما ابراهيم راح لها وقال لها تسجيلات وبتاع، وراحت قالت له خلاص نتجوز في السر ونتجوز عرفي. المشاهد الاخيره لما راحت فيلم بعد نجاح حسن وراحت له، ليها مشاهد ضحكتني. وانا اتكلمت ان المشكله مش في الشخصيه على قد ما مشكله في ان الموسم بالكامل. وانا حاسس ان انا طولت زياده عن اللزوم، والله اعلم الحلقه دي تقعد قد ايه، الوقت بتاعها هيبقى قد ايه، بس كان لازم اتكلم عن كل حاجه، عن واحد من افضل المسلسلات اللي انا ارتبطت بيها وحبيتها واتفرجت عليها اكتر من مره، وهرجع اتفرج عليها تاني. على العموم احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكون الحلقه عجبتك. وانت لو وصلت لهنا، انا تقريبا مش عارف في حد بيوصل معايا لنهايه الحلقه دلوقتي ولا ايه، بس انت لو وصلت لهنا اتمنى تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.